السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. معاكم قناة ملذ وطاب مع رندا محمد. زي ما انتوا شايفين قدامكم كده البطيخ اللي احنا عملنا قشر البطيخ كاندي و الحلويات او المعسلات اللي هي بتتعمل بيها الكب كيك وكيكات وكل الحلويات. انا قلت لكم امبارح انا مش هرمي الطبقه الحمراء دي من قشر البطيخ اهو. دي من قشر البطيخ. الكميه بتاعتي كانت ايه؟ بطيخه. ده انا مقطعاه من ساعه ما كنت بنضف القشر. تمام. هعمل دلوقتي الزبادو اللي بيتباع في المحلات السوبر ماركت. بيبقى فراولة، موز، رمان، حاجات كتير قوي، خوخ. احنا النهارده هنعمل الزبادو بس بايه؟ بالطبقه الحمراء اللي طلعت من قشر البطيخ. كلنا بنرمي قشر البطيخ، فانا قلت لكم بقى الفيديو اللي فات ان انا هعمل منه اكتر من وصفه. هنعمل بقى الزبادو ازاي عشان يبقى معايا. لو انت ضربتي العصير البطيخ في الخلاط وسبتيه، العصير بتاع البطيخ بيفصل، بمعنى ان انت هتلاقي فيه تحت بعد ما بيقعد شويه كده ميه حمراء، ومن فوق بواقي العصير بتاع البطيخ بيفصل، ما بيبقاش زي الفراوله والموز وباقي الفاكهه. فعشان يبقى حلو معايا ويبقى زبادو يلف ويبقى حلو، لازم استخدم معايا زبادي. هو اسمه زبادو، لازم يتحط له زبادي. دي زبديه من سوبر ماركت اللي هي بتاعه المصانع العاديه. ودول 3 أو 4 معالق عسل. انا هحطه هشوف، لان عسل نحل. هشوف الدرجه بتاعه التسكيره بتاعته. بتحب الحاجه معسله الحاجه مش معسله، دي في ايديكي كميه العسل. هنعمل ايه؟ هنضرب كل المكونات دي مع بعضها، بس قبل ما احط الزبادي والعسل هضرب القشر بتاع البطيخ اللي هو الطبقه الحمراء من لوحدها. ليه؟ عشان انا هصفيها. هنزل بقى بيه كده في الخلاط اهو. وعلى فكرة هو ساقع، يعني انا كنت حطاه في التلاجة، مش هحط عليه اي اضافات دلوقتي خالص خالص خالص. اهو هضربه الضرب العادي بتاعنا بتاع الخلاط. بس كده خلاص انا ضربته. هعمل ايه بقى؟ هصفي الاول العصير الحلو بتاعنا ده الاول بالمصفى. مش هحط عليه ولا زبادي ولا عسل ولا اي مكونات. هنزل بقى في المصفى كده، انا عايزاه يتصفى يبقى حلو، ما يبقاش فيه اي شوائب خالص، عشان يبقى العصير بتاعنا الزبادو ناعم وحلو. خلاص العصير بتاعي كده انا صفيته. هرجعه في الخلاط تاني اهو زي الفل. وهنعمل ايه؟ هننزل بقى بالزبدية بتاعتي اهو كده. وهنزل بقى العسل حسب رغبتك، يعني انا هنزل بمعلقتين بس عسل، لان الكمية زي ما انتوا شايفين مش كبيرة قوي، عشان ما يبقاش مسكر معايا. ده عسل ابيض، عسل نحل. وهنضربه بقى في الخلاط، وهيطلع معاكي احلى زبادو بطيخ، ولا كلفك حاجه ولا دفعت فلوس. خلاص كده انا كده الزبادو بتاعي بقى شايفين تقله. طبعا كمية الزبادي كوباية او 2 بيرجع للبطيخ اللي انت حطاه. لو انت حاطه قطع بطيخ ومش القشر بتزودي طبعا الزبادي عشان يبقى تقيل معاكي. شايفه نازل معايا ازاي اهو. احلى زبادو وطعمه حكايه ومفيد جدا، ومفيد فاكهة طبيعية، وما كلفناش حاجة الا تمن الزبادي بس.
دي اول حاجة عملناها من قشر البطيخ، اللي هو الطبقة الحمراء. هنعمل ايه بقى تاني؟ المفاجأة بقى، مفاجأة المفاجآت، هعمل لكم الايس كريم بتاع البطيخ من قشر البطيخ الطبقة الحمراء. ده عصير بطيخ اللي هو الطبقة الحمراء بتاعة قشر البطيخ. انا حطيته في الفريزر شوية يجمد، وهنزل على الكمية بتاعتي اللي انتوا شايفينها دي، مش كتير، هي بتاعت حوالي كوباية ونص او كوباية ونص تقريبا. هنزل عليها تلات معالق كريم شانتيه، سواء جبتي بواكي جاهزة او من عند العطار ايا كان، او من المحلات بتاعه الحلويات. انا بس بعمله كده، وهديله بقى ضربة بالمضرب. يلا بينا نعمله بالمضرب. شايفين القوام؟ العلامات دي يعني كده الكريمة هو ده القوام اللي انا عايزاه، بس كده مش اكتر من كده. هنعمل ايه؟ هنعملها بقى، ننزلها في العلبة بتاعتي. هتنزليها بقى في اي علبة، في اي حاجة عندك. المهم ايه، هننزلها علشان هتنزل، ونحطها بقى في في التلاجة، بس في الفريزر مش على الرف، لان طبعا ده ايه، ده ايس كريم. شايفين علبة اتملت ايس كريم، وهحطها في الفريزر واول ما تجمد وياخد قوام الايس كريم انا هوريها لكم. بس بجد بجد من قشر البطيخ قدرنا نعمل العصير بتاع البطيخ اللي هو الزبادو، وعلبة. شوفوا العلبة دي قد ايه، وتأكل كام نفر. حاجة كده احنا بنرميها في الزبالة اللي هو القشر. يا جماعة يعني أنا مش عارفة ليه الناس بتقول لا 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 قشر ايه، لا لا ده بيترمي، لا 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 وهي حصلت. اعملي وجربي وهتفرحي ولادك، ومش مش هتكلفك حاجة. ما تبصيش لحتة ان ده قشر بس هينفعك في حاجات كتير. هينفعك في حلويات الكنز، هينفعك في المسكرات، هينفعك في الايس كريم، هينفعك تعملي منه مشروب عصير زبادو. بلاش يبقى ثقافتنا كده نقول لا القشر لا لا ما نعملش، مش عارفه الدقه لا. اعملي وفرحي ولادك واملي بيتك خير من حاجه انت اساسا بترميها في الزباله واحنا غاويين نغرم. جربي وجربي زي الطريقه بالظبط، هتطلع معاكي احلى وصفه. هحطها بقى في الفريزر، وهوريكم بعد ما هيخلص يبقى قوام الايس كريم عامل ازاي وطعمه تحفه. في حاجه بس ملحوظه عايزه اقولها لكم، انا بحب لونه كده، لكن لو انت عايزاه يبقى لونه فيه حمار شويه وانت بتضربيه، حطي له لون احمر اللي هو اللون الصحي او الغذائي، نقطتين كده هيغمقهولك. انا طالع معايا روز، يعني انا طالع معايا لونه روز، انا حباه كده. لو انت عايزاه يبقى محمر شويه او لونه احمر يعني يبان حمار شويه، براحتك اعمليه زي ما انت عايزه. لو انت عندك مكسرات ممكن تحطيها على الوش كده، يبقى اكنها زي البطيخه. لكن انا الحقيقه مش هحط مكسرات، ولا هحط سوداني، ولا هحط اي حاجه. انا هستخدمه كده ايس كريم كده ساده، وهيبقى جميل جدا جدا جدا. انت اول ما يجمد بقى في الفريزر هوريهولكوا على طول. الايس كريم بتاعي بقى اهو، اللي هو بقشر البطيخ الطبقه الحمراء. بصوا بسم الله ما شاء الله، العلامات دي من الغطا، بسم الله ما شاء الله. هنعمل ايه بقى؟ هنحطه بقى، تحطيه في بولات، تحطيه في اي حاجه. انا هحطه في الكاسات. بصوا اهو، انا بعمله بمعلقه عاديه عشان اوريكي ان مش لازم يبقى عندك معلقه الايس كريم. بصوا بيطلع ازاي اهو. بصوا ايس كريم ده ولا مش ايس كريم اهو. شايفه بيطلع معاكي ازاي؟ ولا هو متلج ماسك ولا اي حاجه. بصوا اهو اهو.
بصوا اهو. طبعا هيعجب الولاد والعلبة دي هتعمل كام بولة ولا كام كاسة ولا كام طبق، ما شاء الله هيبقى حلو معاكي. بصوا اهو طالع جميل جدا جدا جدا. بصوا انا بعمل ازاي اهو، انتوا شايفين طبعا ان هو مرن جدا في ان انا بطلعه اهو، مش ناشف ولا ماسك اهو. بصوا بالمعلقه، ما عندكيش المعلقه بتاعه الايس كريم ولا يهمك، هنغرفه وهنحطه وهيبقى احلى ايس كريم معاكي. يبقى انا كده عملت من قشر البرتقال الطبقه الحمراء، من قشر البطيخ الطبقه الحمراء، عملت الايس كريم زي ما انتوا شايفينه كده، وعملت معاكم عصير الزبادو بتاع قشر البطيخ زي ما انتوا شايفين اهو. ده الزبادو وده الايس كريم باقل حاجه عندنا وما غرمناش. وكده كده انا مشتريه البطيخه، عملت من القشره الطبقه الحمراء الزبادو زبادو البطيخ وايس كريم البطيخ. وقبل كده عملت معاكم كاندي وعملت معاكم الفواكه المسكره. طبعا في افكار كتير قوي لقشر البطيخ، بس انا ايه يعني هريحكم شويه من قشر البطيخ وهرجع تاني اعمل وصفات لقشر البطيخ. لو وصفة النهاردة عجبتكم ما تنسونيش في اللايك والشير، واللي اول مرة تشوفني في القناة تشترك. وانا بشكر كل اللي اشتركوا الفترة اللي فاتت، ناس جمال جدا وادوني دفعة وادوني امل ان القناة ان شاء الله هتكبر. انا بشكرهم جدا جدا على كلامهم الحلو. قناة ملذة وطاب هتلاقوا فيها ألذ الأكلات وأطيب الوصفات وأحسن الأفكار. سلام عليكم.